السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار لي 3 أيام أبي أجي هالمكان هذا، بابل إيفرست كافيه. هو مطعم كافيه في نفس الوقت. حياكم ونسولف معاكم مع التصوير. هذا هو، حتى متابعيني هالمزارع وتاخذون الأفكار هذه حلوة. هذه طبعا لما تجي راح يخيرك، اما الجلسات هذه وهي الافضل، اما الجلسات اللي بنص البحيرة وهي الاسوأ، ان الشمس حر عندهم ترى، ما هو يعني حر يعني الشمس شوي حارة فما تقدر تقعد. اما من ناحية الخدمة السيرفس عندهم لك عليه يعني صراحة الأمانة. هذه تبعد عن مستشفى بانكوك ونانا 45 دقيقة، مستشفى الملكي 45 دقيقة. مكان حلو انك تعناله وتتغدى فيه او الفطور، لاني انا بالليل ما ايد خروج صراحة بالأمانة. بحيرة جلسات. هذه يعني هذه انا اقول له اللي عنده مزرعة مركز، لانه صاحب مزرعة ركز، يعني تحط لك بحيرة وجلسة جلستين ولا تكبر، وتحط لك جلسة جلستين كذلك، وتحط لك جلسة مثل هذه، يعني شنو خارجية داخلية داخلية. هذه كفكر، وتضيف عليها على الأشجار أو تكثر الأشجار يمين يسار. هذه لها المزارع حلوة جدا. بس جلستهم على الخشب عادي عندهم، جلسة على الخشب بدون اسفنج بدون شيء. هذا كافيه اسمه بابل إيفرست، مطعم وقهوة، يعني يستحق الزيارة في حق غدا. يعني حبينا نغطي لكم على الأماكن اللي في بانكوك، وإن شاء الله أنكم مستفيدين من حسابنا. أخوكم محمد دوسري.